كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول لي طبعا يا يوسف الشياكة اللي انت فيها دي. طبعا انا مش رايح اخطب ولا حاجة، ولكن انا عندي مشروع تخرج النهاردة، والفيديو ده انا عامله مخصوص اصلا علشان خاطر ان انا عرفت ان في ان ثالث ثانوي عن امتحاناتها يوم 15 او حاجة شبه كده يعني، وان في مشاكل كتير قوي 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 يعني هم بيمروا بيها. فقلت انا يعني يعني انت فاهم من خبرتي المتواضعه الصغيره اللي قد كده يعني، فانا ممكن افيدك بحاجه يعني، فانا عامل الفيديو مخصوص والله عشان خاطر كده. بس انا عندي دلوقتي مشروع تخرج، فهروح ان شاء الله هناقش مشروع التخرج واطلع من مشروع التخرج. انا رايح مشوار بس هكون بصور برضه يعني ان شاء الله. قشطه. الريسبشن دي اللي هو سنس اوف ذا بوزيشن اند موفمنت، وزود ان هو لوكينج او كده من غير ما يبص. دي برضه بتبقى بسبب الريسبتور بتبقى موجوده في الاي جوينت او كده، سواء كان مثلا الماست سبايندل او الجيرج تندل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طلعت من مشروع التخرج و قلت اما اروح دمياط الجديده كده اللي هو ايه اموف اون من اللي بيحصل فينا والله، والحمد لله على كل شيء. انا اتبليت خالص والله، شوف اتبليت والدنيا بقت زي النيله يعني. فالمهم انا مش عارف انت سامعني ولا لا، بس انا كنت جاي يعني اللي هو اول نقطه هتكلم عليها اللي بتوع ثالثه ثانوي. انا مش عارف انت سامعني ولا لا والله، بس يا رب تكون سامعني. هبقى اعلي الصوت في المونتاج شويه. اهلا ابو سمير، معلش يا محمد يا سمير، بجد والله ننصح نصيحه بتوع ثالثه ثانوي، تمام؟ ان هم حاسين بالتوتر عشان ما عادش غير الامتحانات بعد كام يوم يعني. والله انا مش هنصحهم نصيحه، بس علي صوتك. مش هنصحهم نصيحه، انا هقول لهم على اللي انا مريت بيه. سنه في عادل واحد ثالثه سنه خلصوها حلوها ووحشها، خلصوها بس حاولوا تخلصوها بحلوها عشان ترتاحوا بقيت أفضل. انت معلي صوتك متاكد؟ طبعا ماشي. اوعى تسمعوا كلام الراجل ده. طبعا هو كلامه صح والله، ان هي سنه صعبه قوي، وان الواحد المفروض ان هو يعدي السنه دي بحلوها وبمرها، هي خلاص ما عادش حاجه، فاهمني؟ اللي هو عدى بقى عدى سنه كامله وما عادش غير اللي هو حاجه بسيطه جدا، فاهم؟ يعني اللي هو خلاص انت جاي تيأس بعد قد ايه؟ انت يعني بعد ايه حرفيا، فاهمني؟ فحته التوتر ان الواحد متوتر قبل الامتحان والكلام ده طبيعي، ده طبيعي جدا ان الواحد يبقى متوتر قبل الامتحان، فاهمني؟ لان انت بشر وعندك مشاعر واحاسيس ودنيا وحوارات وخايف. بس ان الواحد علشان خاطر ان هو يوقف عن التوتر ده، انا سمعت فيديو قبل كده لواحد اسمه مستر مصطفى، تمام؟ فكان بيتكلم على اليقين في الله سبحانه وتعالى وكده، فكان بيقول كان ماسك كده قلم في ايده باين وبيقول انت شايف ان ده قلم في ايدي صح؟ فاكيد يعني انت متاكد ان ده قلم في ايدي وعلى يقين ان انا فعلا ماسك القلم بايدي، انت فاهمني؟ فهو في نفس الوقت انت المفروض تكون على يقين ان انت ربنا معاك، فاهم؟ وان انت متوكل على ربنا ومحسن الظن بيه، فاهمني؟ فاللي هو ان انت لما تكون على يقين بحاجه زي كده، انت فاهمني؟ فانت ازاي تخاف اصلا؟ يعني انا قلت لك قبل كده وهفضل اقول لك، ربنا سبحانه وتعالى قال انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فاهمني؟ فانت ما دام انت واثق في ربنا. ازيك يا سالم؟ بص يا سالم، انا بجد والله عايزك انك تنصح نصيحه لبتوع ثالثه ثانوي اللي حسيت بتوتر قبل الامتحانات. يعني بجد يعني لا يعني اللي هو يعمل ايه يعني؟ مثلا هو يعمل إيه عشان ما يتوترش ولا الكلام ده كله؟ بس علي صوت بعد اذنك. والله لازم يثق في ربنا، ده اهم حاجه، اهو شفت ما جبتش ده حاجه من اهم عندي. حاجه بجد. هو يعلم ان هو كل شيء مقدر ومكتوب. طب يعمل ايه؟ هو كده جوه. ها خلاص. والله انا دوقي اتبلت اصلا. عامل ايه؟ المهم كمل يا سالم. لو هتسمع نصيحه محترمه اسمها الله. اتفضل يا احمد. كمل يا احمد. بص هو دلوقتي اهم حاجه بجد. بسم الله ما شاء الله، هي ده خلاص. هو اهم حاجه ان هو يكون اول حاجه بجد، اهم حاجه يكون عنده ثقه في ربنا، وان هو كل شيء مقدر ومكتوب. اعمل اللي عليك خلاص. يعني انا اعرف ناس كتير بجد
كانوا انجح كتير جدا بجد من الناس كانوا دخلوا كلياتهم وجابوا مجموع عالي. ايوه الكلام ده. دلوقتي ان شاء الله بجد فاهم معاهم يعني فلوس كل حاجه، واهم حاجه اكيد الفلوس يعني دلوقتي. فبالظبط هو عنده ان هو يسعى للايه، للحلم بتاعه، واللي هو يتوكل على الله، ما يحطش في دماغه وصل له ما وصلوش ملوش دعوه، بالظبط. دي حاجه بتاعت ربنا. بالظبط. طبعا اللي في مشاكل تانية مثلا ان انت مثلا بتبقى بتفكر ان هو ايه، انا لسه ما خلصتش، انا لسه ما حلتش شامل، انا لسه ما عملتش ما اعرفش ايه. انت ما عليكش، بص مش شرط انك تحل مليون شامل، انت لو حليت شامل واحد بس كافي، بس المهم انك تكون بتسعى وبتذاكر وما بتأثرش، فاهمني؟ فاللي هو حرفيا والله العظيم يعني اسعى وسيبها لله، سيبها لله، حل على قد ما تقدر، ذاكر على قد ما تقدر، حليت نص كتاب فانت سعيد، حليت كتاب فانت سعيد. ما تقعدش بقى تبص لزمايلك وتقول ده حل مثلا 6 كتب، ده حل 5 كتب، مالكش دعوه. قول ربنا يبارك لهم وربنا يوفقهم، وخليك في نفسك وفي مذاكرتك، فاهمني؟ اللي هو ذاكر ومالكش دعوه بحد. يعني حرفيا انا لما كنت بلاقي ان في ناس زمايلي ما شاء الله دحيحه جدا، واللي هو محلين كتير واللي حل مليون كتاب، اقسم بالله انا في ثالثه ثانوي في كل ماده ما حليت غير كتاب واحد. عارف يعني ايه كتاب واحد؟ اللي هو الكتاب بتاع هتقول لي عشان انا فاشل، لا انا مش فاشل، لكن انا كنت مكتفي بكتاب واحد ان انا احله، فاهمني؟ ف وانا مش بقول لك اعمل زيي، انا بقول لك لو انت في مقدورك انك تحل كتاب 2 3 4 حل، انت فاهمني؟ بس اللي هو اسعى لحد اخر لحظه حرفيا. انا صورت الفيديو ده كتير جدا، بس انا كل ما بصوره بنسى يعني الكلام اللي انا انت فاهمني، الكلام اللي انا قلته يعني ما اقصدش، يعني اللي هو بلاقي نفسي نسيت حاجات او مشاكل المفروض ان انا اكلمك عنها وكده، انت فاهم قصدي ازاي؟ بنسى. المهم يا صديقي، انا عاوزك تركز الفتره الجايه وما عادش حاجه، اللي هو دايما حط في دماغك اللي هو خلاص يعني كل حاجه خلصت، كل حاجه عدت، هتعب نفسيتي عشان خاطر ايه؟ وانا واحد متوكل على ربنا، خلاص انت سايبها لله، انت لما تسلم امرك لربنا فخلاص لا في قلق ولا في اي حاجه. فانا خايف ان انا اكون انا طولت ومش عارف انا بعيد في الكلام ولا لا، لان انا واقف في وسط الناس، شوف يعني والله بجد انا واقف الكل بيبص لي، فاهمني؟ فالمهم هبقى اكمل لك اما اطلع بس من البحر كده واروح البس بس، يعني اللي هو امشي كده وهبقى اكمل الفيديو. قشطه. انا بحاول ان انا كل ما افتكر حاجه كده اقوم اتكلم فيها، تمام؟ انا الفيديو يعتبر صورت فيه 7 دقائق، لسه 3 دقائق. حلو. فكنت عاوز اقول لك ايه يا ربي، حوار ان في حد برضه كل شويه حد مثلا يشتكي لي يقول لي ان باباه ومامته كل ما يشوفوه يقولوا له ذاكر 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 ذاكر، وبيضغطوا عليه او بيقولوا له كلام، فاهم؟ اللي هو انت ما اعرفش انت كده مش هتجيب او ايا يكن اللي بيحصل. فحاول بقدر الامكان يعني انك تكون فاهم ان هم خايفين عليك، فاهمني؟ وان هم عايزينك تكون احسن حد حرفيا، بس انت حاول انك تتجنب الكلام اللي بيتقال لك، فاهم حاجه؟ يعني اللي هو حاول تتجنب الكلام، يعني ما تحتكش بالكلام كتير، الكلام ده كله، بس كل ما تشوفهم قول لهم ادعوا لي، فاهم؟ يعني اطلب منهم ان هم يدعوا لك، وفي نفس الوقت حاول انك ما تحتكش بالكلام كتير علشان خاطر ما حدش يقول لك كلمه محبطه، حد يقول لك اي حاجه، هم والله ما قصدهم ان هم يحبطوك، ولكن هم نفسهم انك تكون احسن حد، فاهمني؟ ف حاول بقدر الامكان انك تتجنب الكلام معاهم، يعني كل ما تشوفهم ادعوا لي وبس. واللي هو ما تقولهمش اصل انا مش بذاكر او ان انا مش عارف اذاكر دلوقتي، معلش لا، حاول ما تقولهمش كده، لان انت كده هم بيخافوا اكتر عليك، فهم بيحاولوا ان هم يقولوا لك اي كلام اللي هو لا انت لازم تذاكر ذاكر، انت بتتحط تحت ضغط وستريس، يعني اللي هو هي على فكره يعني. المهم فحاول بقدر الامكان انك تتجنب الكلام، يعني فاهم؟ معهم كتير يعني، او مع اي حد يقول لك اي كلام محبط يعني، فاهم؟ لسه مروح البيت دلوقتي، قلت اما اكمل بقى بقيه الفيديو، وما عادش غير حاجه بسيطه، انا مش عايز اطول في الفيديو الصراحه، يعني كنت انا كاتب برضو ايه المشاكل اللي بتقابلكم علشان خاطر ان انا ما انساش حاجه، فاهم؟ في مثلا حد يقول لي ان انا مش لاقي دعم او مش لاقي حد يشجعني او الكلام ده كله، ما تستناش من حد ان هو يشجعك، ولكن حاول انك تشجع نفسك. انت فاهم يعني؟ انا بقول لك على الحاجات اللي انا كنت بعملها، مش كلام نظري وخلاص، فاهمني؟ انا كنت مثلا بلاقي نفسي ان انا ما فيش حد بيشجعني، او ان انا قاعد كده
مضغوط، ما يعني انت فاهم، مفيش دعم. فكنت بشجع نفسي وبدعم نفسي ايا يكن بقى. تلاقيني بكتب حاجات وبعلقها قصادي ان انا الاقي ان شاء الله هجيب كذا، ما اعرفش ايه، ذاكر يا يوسف يا انت فاهم. انا كنت يعني حرفيا اللي هو كنت بشجع نفسي بنفسي، انت فاهم. فما تستناش الدعم من حد، وحاول بقدر الامكان. على فكره انت لما تساعد حد، لما تلاقي حد محبط او كده، حاول انك تشجعه. فلما تشجعه وتحاول انك يعني انت فاهم تساعده وكده، هتلاقي ربنا هيرزقك باللي يساعدك، وهتلاقي ان انت حرفيا الدنيا معاك تمام، فاهم. انا مش عايز اطول في الفيديو، مش عايز اطول. وفي حاجة تانية بقى، في شوية نصايح كده ايام الامتحانات وكده باذن الله. حاول بقدر الامكان ان انت بعد اي مادة اوعى تراجع، ما تسمعش لحد، خد نفسك وروح على طول. ما انا كنت بيقابلني مثلا حل امتحان العربي ما اعرفش ايه، بعد امتحان العربي ما كنتش بدخل ابص اصلا اللي هو انا حليت صح غلط. انا ما كنتش هستفيد حاجة ان انا اعرف ان انا حلل صح ولا غلط، لان دي كانت حاجة بايد ربنا، فاهم اللي هو ايه. انا بقول دي حاجة بايد ربنا، انا ماليش دخل فيها، فاهمني. بتلاقي في اصحاب ليك اصلا بيقعدوا يقول لك انا والله انا هنقص في حدود درجتين 3 ما اعرفش ايه، ويقعد يحسب لك. انا من الاخر كده انا ممكن اجيب 98 97. مالكش دعوه بالناس دي كلها، انت ذاكر واعمل اللي عليك وسيب النتيجه دي بتاعت ربنا، وما تقعدش تحسب لها ولا تبص. لان انت لو عرفت ان انت عندك غلطه حرفيا، فانت نفسيتك هتتعب غصب عنك. فمهما يكن هتلاقي نفسيتك هتتعب، وهتتعب مع نفسك شويه لحد ما تبقى كويس تاني. فبلاش يعني بلاش انك تحط نفسك في موقف زي ده، فاهم. وحاجه تانية كمان، ان انت مثلا لو عرفت يا عم ان انت عندك غلطه في ماده، فبالتالي بتيجي الشيطان بقى يلعب في دماغك، انا كده مستقبلي ضاع، انا عايز اجل، انا اوعى تسمع الكلام ده كله. لا بالعكس، انت عندك وليكن مثلا لو في 9 مواد، ماده يا عم انت نقصت فيها درجه درجتين، حط في دماغك لا ده انا ممكن اقفل بقيه المواد، فاهمني. انا هجيب الدرجه النهائيه في باقي المواد خلاص. اللي هو انت بالنسبه لك انت ما فيش حاجه ضاعت اصلا، يعني عادي. يعني معلش انا لما يكون حاجه وقعت مني فما انزلش عشان اجيبها واوقع الباقي كله، لا، ما انت لسه في ايدك الباقي، شوف بقى الباقي واهتم بيه، فاهمني. انا كده طولت ولا ايه؟ مش عارف. انا مش عايز اطول عليك والله عشان وقتك، يعني حاول انك تسرع. هسرع الفيديو، لو هتسرعه على الاثنين، لو في اسرع من الاثنين سرعه علشان خاطر وقتك، تمام. مثلا الناس تقول لك انا خايف انسى اللي ذاكرته جوه اللجنه او ما اعرفش ايه الكلام ده كله. ما تشغلش بالك بالافكار دي كلها، لان انت تذكرك للحاجات اللي انت ذاكرتها في اللجنه نسيانك ليها، فدي حاجه برضو بايد ربنا وتوفيق ربنا، فاهمني. فمش مقياس. الامتحانات اللي انت بتمتحنها ايام الدروس دلوقتي، فاهمني. مثلا حتى لو درجاتك فيها وحشه، مش مقياس لامتحانات اخر السنه، فاهمني. مش مقياس خالص والله العظيم. حرفيا تلاقي ناس مثلا كانوا ضايعين خالص طول السنه، وفجاه تلاقيه داخل كليه اللي هو نفسه فيها، ايا يكن الكليه اللي هو نفسه فيها، فاهمني. ايه تاني يا واد يا يوسف؟ كمان وحتى يعني مثلا ليالي الامتحانات وانت بتذاكر، لو انت لقيت نفسك ان في حاجه انت مش عارفها فقشطه. انا كان بالنسبه لي، انا كان ليالي الامتحانات في حاجات بتقف قدامي لسه، فكنت ببص عليها اللي هو ايه يعني، فاهم. انا بعرفها، انت ممكن تاني يوم المعلومه اللي انت ما كنتش عارفها ليله الامتحان دي وعرفتها تاني يوم في الامتحان تلاقيها، فقشطه يعني، فاهم. فما تشغلش بالك، حاول انك تاخد الموضوع بسهوله، والموضوع يعني خليك فليكسبل كده، فاهم يعني ايه اللي هو قشطه يعني، انت فاهم. كل حاجه هتعدي، كل حاجه خلاص عدى كتير جدا جدا جدا، فما تجيش تقف على اخر شويه دول وتصعب الدنيا على نفسك، فاهم. اوعى افكار حته ان انا هاجل دي، انت ما صدقت اصلا ان انت توصل لاخر السنه، انت فاهم. فبلاش انك تاخد سنه ثالثه دي كمان مره، حرفيا لا يعني حرفيا يعني اكبر غلطه هتكون خدتها في حياتك، او اكبر خطوه هتكون يعني غلط خدتها في حياتك، هي الخطوه دي، انك تعيد السنه تاني او انك تاجلها، يعني حرفيا يعني. فبلاش. فانا حاولت ان انا اجمع لك يعني اللي انا اقدر عليه او اللي انا اقدر افيدك بيه. انا مش عارف انا ناسي حاجات ولا لا، ومش عايز اطول الفيديو عن كده الصراحه وبس. فاتمنى انك تبتسم كده وتخليك مبسوط، وخلاص عدى كل حاجه عدت، وان شاء الله يعني ربنا هيرزقك باللي نفسك فيه، وان شاء الله تدخل الكليه اللي انت نفسك فيها وتبقى زي الفل كده، وبص هتبقى تمام والله. يعني انا ليا ناس دلوقتي زمايلي كانوا ايام النتيجه انا هموت نفسي، ده انا ما جبتش النتيجه اللي انا نفسي فيها، دلوقتي اقسم بالله العظيم بيقولوا احنا لو كنا دخلنا مثلا كليه الطب دي احنا ما كنا هنمشي فيها، واحلى كليه احنا دخلناها الكليه اللي احنا دخلناها، فاهم. فانت لو عرضت عليك الاقدار فهتختار برضو اللي ربنا كتبه ليك، فليه بقى انك تعترض على قضاء ربنا وكلام من ده كله؟ لا، انت كل حاجه مشيها، انا متوكل على ربنا، انا راضي بقضاء ربنا، كل حاجه فاهم اللي ربنا بيختاره ليك كويس جدا. فاوعى انك تفكر التفكير اللي هو بتاع الناس اللي عقلها صغير قد كده، قشطه. فيلا اقابلك في الفيديو الجاي ان شاء الله، واللي هو بقى انا عايز اقابلك بقى في فيديو حلو بقى، يعني فيديو يكون فاني شويه يعني، قشطه. يلا سلام.